اهلا بيكم في بيج نيوز بيج موفز. كل سنه وانتم طيبين. النهارده 9 يناير. النهارده عندنا 3 اخبار وخبر عالمي، وهنتكلم على كل ده في اقل من 5 دقايق ومن غير اي تعقيد. تعالوا نبدأ الحلقة بخبر يفتح نفسنا على السنة الجديدة. مصر بتوصل لأرقام قياسية وما حصلتش قبل كده، وده بالنسبة للاحتياطي الأجنبي والصادرات. الاحتياطي الأجنبي كمل في الطالع لغاية ديسمبر 2024، هو زاد ب 157 مليون دولار، وكده الاحتياطي بيوصل ل 47.1 مليار دولار، وزي ما قلنا ده رقم قياسي. هي الزيادة دي مستمرة بقالها 2.5 سنين، والسبب هو الزيادة في أرصدة العملة الأجنبية اللي عوضت الانخفاض اللي حصل في الذهب. وزي ما قلنا في الأول، تاني رقم قياسي وصلنا له كان في الصادرات. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب أعلن يوم الاثنين اللي فات إن أرقام الصادرات وصلت لأعلى مستوى في تاريخها، وصلت ل 40 مليار دولار في 2024. الصادرات بتتكون أكتر من الأسمدة، المنسوجات والملابس الجاهزة، وده طبعا باستثناء المنتجات البترولية. دلوقتي الصادرات بقت أكبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر، هي كده تبقى متفوقة على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، وده لو ما حسبناش طبعا صفقة راس الحكمة. ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي برضو أكد إن الحكومة عايزة تخلص برنامج دعم الصادرات الجديد في أول ربع من 2025. البرنامج ده هيركز بشكل أساسي على دعم الصناعة الوطنية وتطوين التكنولوجيا، وبرضو تعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وهدفهم إن الصادرات المصرية توصل ل 145 مليار دولار على 2030. خلينا نشوف بقى كل الحاجات دي هتأثر ازاي الفترة اللي جاية على سعر صرف الجنيه قصاد الدولار. كنا اتكلمنا قبل كده في ديسمبر على برنامج طروحات الحكومة، هتكون تشيل اوت ووطنيه وسايلو وصافي. ورئيس الوزراء برضو كان اعلن ان دول 4 من ضمن 10 شركات هيتم طرحهم في البورصه المصريه. وبالمناسبه شكل في حصه من بنك اسكندريه وبنك القاهره هيتم طرحها في البورصه من ضمن ال10 شركات دول. خلينا بقى نتابع معاكم ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه. في بقى شركة زادت على الليستة دي، اللي هي شركة ميدور. دي بقى شركة تكرير بترول مملوكة للدولة بالكامل، وفي كلام بقى ان هيتم طرح 30% على الأقل من الشركة للقطاع الخاص. أما بقى بالنسبة لبنك القاهرة فهو من ضمن الشركات اللي مملوكة للدولة اللي مخطط يتباع منه حصة في 2025. في كلام على بيع الحصة دي من ساعة 2018، بس الموضوع قاعد بيتأجل بسبب ظروف السوق، بس دلوقتي هم مخططين ان ده يحصل في أول نص من 2025. طيب مين بقى اللي مهتم يشتري الحصة دي؟ هو بنك الإمارات دبي الوطني او اميريتس NBD. البنك مهتم يشتري حصة حاكمة في بنك القاهرة، وفي اخبار دلوقتي انهم في المراحل الاخيرة لاتمام الصفقة دي، ومتوقع انها تخلص في الربع الاول من 2025. معدل التضخم نزل من 25.5% في نوفمبر ل 24.1% في ديسمبر. ده يعتبر تاني انخفاض على التوالي، وبرضو اقل مستوى التضخم يوصل له من سنتين. طيب هو اكبر بنكين في مصر، البنك الاهلي المصري وبنك مصر، قرروا تجديد اصدار شهادات الادخار مرتفعة العائد، اللي هي بتدي عائد سنوي 27% في آخر السنة و23.5% لو هيتم صرف العائد شهريا، وده بعد استحقاق الشهادات اللي تم إصدارها من سنة، يعني فترتها خلصت. دي تعتبر عوائد مناسبة جدا للسنة الجديدة، خصوصا ان خبراء رامبل متوقعين ان معدل التضخم هيوصل ل 19% في المتوسط السنة دي، وده مقارنة بمتوسط معدل التضخم اللي وصلنا له في 2024 اللي هو كان 28.5%. ده هيشجع ناس كتيرة جدا ان هي تستثمر في الشهادات دي طول ما العائد بتاعها هيكون اعلى من التضخم. قرار تجديد الشهادات دي هيخلي ناس كتيرة تجددها، وبكده حجم السيولة اللي في السوق مش هيزيد، وبالتالي ده هيسمح لمعدل التضخم ان هو يكمل في الانخفاض. وعلى فكرة بالرغم من نزول معدل التضخم فهو الرقم لسه عالي، وعشان كده الحكومة بتفكر تعمل حزمة اجتماعية جديدة، واللي ممكن يكون من ضمنها زيادة المرتبات والمعاشات. نخش دلوقتي على الخبر العالمي. الاقتصاد العالمي كله مش مستقر، بالذات بعد الاسبوع اللي فات ده، وده بسبب ان المستثمرين كانوا مستنيين البيانات الاقتصادية والاتجاهات للبنوك المركزية. ده حتى البيتكوين نزل ل 93.200 ألف دولار، وده كان بسبب حيرة المستثمرين حوالين الأصول عالية المخاطر. والبيتكوين لسه برضه مكمل في النزول الأيام اللي فاتت. قطاع التكنولوجيا برضه كان متقلب، أسهم شركات أبل ومايكروسوفت زادوا شوية، ولكن ميتا وانفيديا نزلوا. وبالنسبة للسلع، الذهب طلع شوية والبترول نزل 1%، وعوائد سندات الخزانة لآجل 10 سنين فضلت مستقرة. حالة عدم استقرار السوق في أمريكا ممكن يكون بسبب إن ترامب لسه ما دخلش البيت الأبيض رسميا، فاحنا حاليا في فترة انتقالية وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الحلقة في الكومنتس، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم الأسبوع الجاي.